تحية حب وتقدير للجميع. اليوم عندي لكم حالة أخرى من حالات النصب والاحتيال، وهي كتدخل في إطار واحد السلسلة اللي بديتها سميتها المنصوب عليهم. علاش؟ لأنه ملي كنحكي لكم واحد المجموعة ديال الحالات النصب والاحتيال كاين شي علماء ديال الفيسبوك وديال اليوتيوب وديال الانستغرام اللي كيقول لك لا ما يمكنش، ويلي هاد الحالات ديال النصب على باقي شي واحد يقدر تنصب عليه بهاد الطريقة، لا هادشي كتخترعوه من مخك. فقلت مع راسي أرى هاد الناس نسمعهم أصحاب هاد الحالات ديال النصب والاحتيال، هاد المنصوب عليهم، نسمعهم لهاد الناس اللي كيعتقدوا بأنني أنا كنختلق الحالات ديال النصب والاحتيال. هاد الحالات ديال النصب والاحتيال هي ثمرة ديال واحد البرنامج ديال حضي راسك اللي الآن العمر ديالو 15 سنة، وبالتالي كنت دائما كنجمع وكنأرشف الحالات ديال النصب والاحتيال، وعندي منها الآلاف، وكنقدمها لحضراتكم باش تستافدوا، باش ما ينصب عليكم حد. فكل الحالات ديال النصب والاحتيال اللي كنقدم لكم راه ماشي من وحي الخيال، راه واقع الناس. ولكن كاين البعض منكم اللي ملي كيسمع القضيه وكيسمع الفصول ديالها كتجيه بليده، اي تنصب على الانسان بهذه الطريقه. ايوا الا تحطيتي في ذاك الوضع وفي هذيك الظروف وكان عندك نفس المستوى ديال التفكير بحال هذاك الشخص، حتى انت غيتنصب عليك نعمس. لذلك بديت هذه السلسله باش نسمعكم الحالات صحابها هما اللي كيحكيوها، باش العلماء اللي عندنا في الفيسبوك بحال قلتوا في اليوتيوب وفي الانستغرام ما يعتقدوا شيء انني كنخترع الحالات ديال النصب، بل هي حالات من الواقع ديال الواقع. اليوم حالة أخرى غادي نسمعوها بصوت صاحبتها. هاد الحالة كتعكس الثقة اللي كيمكن الإنسان يدير في ناس اللي كيبينوا الربح، خصوصا الا كان عنده شويه د الفلوس وبغى يحركهم. كيشوف راسو ما كيدير والو، ما خدام، عنده واحد شويه د الفلوس كيقول اودي ندير شي بيعه وشريان، ندير شي مشروع، نشري شي حاجه نعاود نبيعها، وما كيكونش كيعرف. فلا تلاقى بشي نصاب كيبين له الربح، وطبعا كيخبي عليه الخطيه، والخطيه هي غيدي له كل شيء. استمعوا لهذه الحاله وغادي يكون لنا تعليق فيما بعد. مينا من أكادير. أنا تعرضت للنصب أخويا في شهر 8. تعرفت مع واحد السيد، أنا نيت في الفيسبوك، تعرفت عليه، اتفقنا أنا وياه نديرو واحد المشروع. من بعد قال لي تعطيني 2.5 مليون باش يشري واحد السلعة في واحد لوزين. قال لي بديك قوة الهضرة ديال النصابة. قال لي راه كاين واحد لوزين بيحيد واحد السلعة بيبدلها، باغي بيبيعها غير بالرخص، تعطيني 2.5 مليون باش هو يشري ديك السلعة ويبيعها ونفرقوا الفضل انا وياه. وقال لي باللي فيها 10,000 درهم ديال الفضل ديال الربح. قال لي غيعطيني انا 5,000 درهم وغادي يهزوها 5,000 درهم. صافي انا ملي سمعت هاد الهضره قلت لي شنو هي الضمانه باللي نعطيك هاد الفلوس 25,000 درهم؟ قال لي الضمانه هو نديرو انا وياك القانون. صافي انا ملي سمعت وقال لي القانون تلاقيت معاه، عطيته ديك الفلوس، عطيته 25,000 درهم، 2.5 مليون عطيتها ليه وصافي مشى داها وصافي. السيد هرب وانا درت معاه ورقه اعتراف بدين، درتها معاه، وكان قال لي غيرجع لي ديك الفلوس 15 يوم يرد لي ديك الفلوس. درناها في الورقه وصافي. السيد هرب. دابا هذا الشيء وقع في 25 شهر 8. كان غيعطيهم لي في 10 في شهر 9. صافي لحد الان مازال معطي لي الفلوس. هرب للمحكمه، انا مشيت دعيته، هرب للمحكمه، هرب لكل شيء. دابا كيتصل معاه واحد السيد من العائله قال لي انا كاين في طنجه، انا ما كاينش هنايا. صافي هذا هو النصب اللي تعرضت ليه هنايا. المهم قال لي الدماغ ديالي باللي غيفرق معايا الربح، يشري السلعه يفرق معايا الربح. ملي دا الفلوس صافي هرب مشى بحالو. بقى في داك 15 يوم نيت كنت كنتواصل معاه، في ديك المده ديال 15 يوم كنت كنتواصل معاه، كنسولو على سميتو، هو يقول لي تعطيني 2 مليون اخرى، راه بغيت نشري واحد. قال لي انا بيعات السلعه اللي شريت وغادي نشري واحد السلعه في واحد المدينه تسات عليا سميتها. قال لي نشري واحد السلعه، واحد البحيره ديال كيبيعوا فيها اكناري. قال لي غيشريها ب7 الملايين. قال لي تزيدني 2 مليون اخرى. صافي حلف عليا بزز نسلف عليه. قلت ليه ما نقدرش نسلف لك حتى ترد لي هذوك. صافي ما خلى ما دار. قال هو يقول لي صافي خصك تسلفيني. راه مشيت درت الكونطرا مع السيد اللي اشترى عنده فيرما ديال الاكناري. قال لي راه مشيت درت معاه انايا الكونطرا، سلفيني عاوتاني 2 مليون.
صافي انا ما بغيتش. في الاخر قلت ليه انا غادي نعطيك 5000 درهم، قلت ليه ولكن بشرط تصيفط لي الكونطرا ديالي مع السيد. صافي من تما السيد غبر، ما بقاش صيفط لي الكونطرا حيت ما كاين لا كونطرا ما كاين والو، داكشي كله غير الهبل. يعني بغيت نقول لك زعما دير لي 2 مليون ونص، وكان باغي يدي عاوتاني 2 مليون اخرى، ولكن الحمد لله بعدا حفظني الله، دار لي ربي العقل، ما بقيتش عطيته الاخرى 2 مليون اخرى. كيقول لي يقدر يدوز الحبس، واحد 2 شهرين ديال الحبس صافي تمشي ليه ديك الفلوس. يقدر هو يدوز واحد 2 شهرين ديال الحبس وصافي، صافي ديك الفلوس تمشي لي انايا، صافي مشات لي فلوسي. كنت بغيت زعما ندير معاه مشروع هو صافي دير لي دوك الفلوس. الله يسر لكم الامور اخويا محمد عموره. اذا الانسان كيدير الثقه لما كيبغي يدير شي مشروع، ما عندوش المعطيات، ما عارفش، كيلتجئ لواحد اخر اللي كيبين له باللي باغي يعاونو، كيلتجئ لواحد اخر وكيدير معاه بحال لاحظنا وبحال حكات لنا السيده اعتراف بدين. راه كيمكن كاع يعطيك شيك فيه مبلغ المالي اللي عطيتيه، ولكن لما كانش الاساس ديال المعرفه ديال داك الشخص وسابقه التعامل معه والسمعه ديالو كيفاش دايره في السوق، وتكون كتعرف عليه التفاصيل ديال التفاصيل ودير معاه جميع الاجراءات القانونيه، وتكون رجلك برجلو وتخدم انت وياه، راك غادي تسرق، غادي تنصب عليك. كل الناس اللي كيعتقدوا انهم غادي يعطيو الفلوس لواحد اخر وغادي يخدمهم ليهم وغادي يعطيهم الرباح وغادي يحافظ ليهم على راس المال، راهم غير غالطين. فلوس كيلا عندك كيخصك تتبعهم، وإلا بغيتي تخدمهم يمكن لك تخدمهم بشراكة مع شخص آخر، ولكن تكون دائما حاضر معاهم. إلا عطيتيهم لواحد آخر داهم ليك غادي ينصب عليك، يمكن يطلق عليه القبض والفلوس ما بقاوش عنده، صرفهم أو خباهم. شنو غتستافد انت بدخوله هو للسجن؟ مشاولك فلوسك، مشاولك رزقك. إذا من باب أولى من البداية خويا احمي فلوسك، احمي رزقك. بغيتي دير شراكة مع شي شخص، عرف معاه من وخدم، ماشي تقول غادي نعطي الفلوس وصافي وغنجي نريح وراه الفلوس غادي يجيوني غادي يجيني الرباح. حيت حتى هذاك الشخص كيولي كيفكر راسو، كيقول هو ناعس مع راساتو وانا نخدم وندي ليه. حيت هكا كيولي التفكير. في البدايه كيجي عندك الانسان كيقول لك اودي انا عندي التجربه وعندي المعرفه وعندي المجهود، انت دخل براس المال وانا ندخل بالمجهود ديالي. كيبدا معاك بحال هكذا، ولكن واحد شويه ملي كتحرك الامور وكيبدا المدخول كتبدا حسابات اخرى في راسو، كيقول لا علاش هو ناعس وانا نخدم وندي ليه الفلوس. الا ما داش لك كل شيء حيت ما كنتي داير معاه حتى شي ورقه في الاصل، على الاقل كيبقى كل مره يسرق ليك شويه. داكشي علاش الانسان كيخصو يكون فايق وعارف راسو اشنو كيعمل. وإلا بغى يدخل اي مشروع ولا اي شراكه مع شي حد في شي مشروع، يمشي يبحث على داك المشروع، حتى لما قاري شيء يسول ويسقسي ويسول الناس اللي خدامين في مثل ديك المشاريع باش ما يتنصبش عليه وباش ما يسرقوش النصابه والمحتالين. دابا هاد القصه لو كانت تحكات ليكم غتقولوا ويلي باقا شي وحده حمقى حتى للدرجه تعطي للسيد 2 مليون ونص، دير معاه يلا اعتراف بدين، واحد شويه يقول لها زيديني وتقول له راه غنزيدك 5000 درهم الا صيفطتي لي الكونطرا. كان يمكن يزور كونطرا ويصاوبها ليها ويصيفطها ليها وتصيفط له 5000 درهم. غادي يجيكم نتوما هذاك الشيء بليد. هذا علاش قلت لكم في البدايه قررت انني نعمل لكم هذه السلسله ديال المنصوب عليهم باش تعرفوا الى اي حد باقي ما نقولش عليها سذاجه، باقي النيه في بعض الناس، باقي الناس كيثيقوا، باقي الناس الا جا شي حد وزوق لهم الهضره وبين لهم الرباح كيثيقوا به حتى كيصدقوا في الخطيه. ايوا حضيوا راسكم.